ولكن أليس من الضروري الاتفاق على موقف يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء؟ المشكلة إذن حسب بن غبريط تتمثل في كثرة النقابات، ليس في صمت الوزارة ولا في تعنت الحكومة ولا في تغير المسؤولين ولا في امتهان كرامة المعلمين ولا في تضييع مستقبل التلاميذ، بل في كثرة النقابات. الوزيرة بن غبريط وقبل ما تكمل ندوتها الصحفية ربما تعطينا بعض الإنجازات المستقبلية لقطاعها العظيم. دخلنا في إطار هذه السنة في مشاركة في عملية التقييم الدولية، خاصة les Olympiades de mathématiques لتنوية الرياضة. أولمبياد الرياضة، بصح كاينه مشكله بسيطه معالي الوزيره. اولمبياد الرياضه ما كان ما دخلوا في قطاع التربيه، هذه خدمه اللجنه الاولمبيه نتاع مصطفى بيراف، ربما تقصدين شيء اخر. دخلنا في اطار هذه السنه في مشاركه في عمليه التقييم الدوليه، خاصه les Olympiades de mathématiques لتنوية الرياضه. هنا الرياضيات في اللي رحنا فيها الان. زيادة على هذا، ماذا عن إنجازات أخرى؟ كذلك ندخلوا فاش راح ندخلوا في حيط مثلا، فاش راح ندخلوا؟ كذلك ندخلوا في عملية التقييم دولية معروفة وهي بيزا إيتيمس. والله بيزا إيتيس، يعني مبروك علينا البيزا إيتيس، على الأقل النقابات توقف الإضراب والأولياء ما يخموش على أولادهم، ومبروك على قطاع التربية البيزا إيتيس. نلتقي بعد الفاصل.